هعلمكم طريقة لعب مستر لحمة والعاب الرعب، ومن تختموها على الهارت والاعلى من الهارت. طبعا لو انت طبعا مستواك عرة ومش عارف طبعا تلعب الالعاب دي، هعلمك وهخليك اسطورة في الالعاب دي. طبعا انت لازم تكون داخل اللعبة طبعا مش خايف. ليه؟ لان مثلا انت من الخوف مثلا ممكن مثلا تتوتر، فما تعرفش يكون ادائك يعني مش احسن حاجة. فلازم تكون داخل يعني ايه، دي لعبة يعتبر ماشي. وطبعا اول حاجة لازم تعملها انك تتعلم اللعبة مثلا. يعني مثلا ايه، تشوف فيديوهات مثلا، وانا حاسب لكم فيديوهاتي في اخر الفيديو كده ده، وانا بعلمها لكم، وانا بختمها على الهارد بقى والاعلى من الهارد كمان، ومن غير ولا موت. طبعا اسلوب جيراني مش زي اسلوب لعبة مستر لحمة. ازاي؟ يعني مثلا انت اسلوب لعبة مستر لحمة لازم تكون بتواجه مستر لحمة اكتر. ازاي؟ اللي هو يعني ايه، تجري من مستر لحمة مثلا تكون سرعتك، أو تواجهه مثلا وتراوغه، هو مثلا يروح هنا. انما جراني بقى طبعا انت لازم اجري على طول، ما تبصلاش حتى، واستخبى. فطبعا اسلوب لعبة مستر لحمة غير اسلوب، يعني انت لو بتعرف تلعب مستر لحمة ومدغدغة حرفيا، مش هتعرف تلعبها زي جراني طبعا يعني. فايه، فاول حاجة برضو لازم تتعلمها انك تقفل الباب وهو جاي وراك، اذا كان مستر لحمة او جراني. يعني ايه مثلا هو جاي وراك مثلا، تقوم ايه، قافل الباب في وشه، لان ده بيبطئهم طبعا وهيخليك تعرف تختم اللعبة احسن. واول حاجه طبعا لازم تتعلمها هي كمان، انك مثلا لو انت مستواك وحش مثلا متعرفش حتى تختمها على الايزي وتضرب، ان انت تستكشف اللعبه مثلا على جوست، تلعب الاول على الجوست مثلا، وتقعد تستكشف فيها كده وتشوف ايه الاحوال، وتشوف إيه الجو بتاع اللعبه مثلا، وتشوف ايه الاماكن بتاعه المفاتيح وتحفظها، عشان حتى لو انت مثلا يوتيوبر مثلا تكون عندك مستوى انك تعرف تقدمه للناس، يحببهم فيك، او مثلا يحسسهم ان انت جامد في اللعبه ماشي. وطبعا لازم تتعلم كمان انك تكون يعني من اول المستوى الايزي مثلا، لو انت احترفته خش على النورمال، لو احترفت النورمال خش على الهارد لغايه لما توصل لاعلى مستوى في التاريخ. فطبعا دوت بيكون تعليم. انما جراني بقى لازم ايه، تبص على فيديوهات برضو، نفس الفيديوهات برضو بتتعلمها، وتشوف مثلا يعني مثلا تعرف تهرب منها ولا ايه، وتتخبى منها. يعني هي بيعتمد اسلوبها اكتر على الاختباء، انت تستخبى ومتحاولش تعمل صوت في جريني. انما مستر لحمة تعرف تعمل صوت واي حاجة وتدغدغ الدنيا عادي جدا. فطبعا يا جدعان ده كان فيديو بتاعنا، وعايز اقول لكم دلوقتي الفيديوهات اللي انا كنت بختم فيها الالعاب دي. وما تنساش طبعا اللايك والاشتراك عشان الفيديو ينتشر، والسلام.